ولما كانت الحلقة 37 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد حتى أقبلت شهرزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها في ذهول، وهي تروي وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن بلاد النهر في ذلك الدهر كانت مسرحا للعجائب والأحداث الغرائب، وعاش شعبها في حسرة قليلا وهو في وفرة، يقوم من حفرة ليقع في حفرة، فهو يتخلص من ملك خؤون ليقع في يد ملك مجنون، وأخيرا ترزقه الأيام بملك غلام تتحكم فيه امرأة يتحكم فيها الملك دينار، وكان ملكا يريد أن ينهار. وهكذا تولى الملك نحسين، وظهرت كلمة الملكة شين: واحكم يا دينار، وتحكموا يا أشرار، وأكثروا من الصياح والنباح، فهذا كلأ مباح. مولانا الملك نحسين. مزاع المخالي. مولاي. ها، ومبسوط دلوقتي يا مزاع المخالي؟ ربنا يديم دولتك ويخليك لوالدتك. عملتني وزير الوزراء، أنا أبقى قدام والناس تيجي ورا. يا وزير الوزراء. مولاي. وطي. انت يا مولانا مش هتعتقني؟ وطي. تعرف إن ما كنتش هتعتقني هخليك ما عدتش تعرف تركبني. هتعمل ايه يعني؟ هروح أبسبس لوالدتك واخليهم يعملوا لك عملية الختان. اخرس يا جبان، أنا الملك، كلكم تسمعوا أمري، محدش يختن جلالتي. وطي وطي. طيب حتى وانا وزير تركبني؟ انا قلت لك انت الركوبة بتاعتي، اسمتي وبختي. يلا قوم، بس حاسب على جلالتي. ها انت هتجري ولا خلي الصوت على ظهرك يغني؟ لا اجري. الوزير مزاع المخالي. مولاتي الملكة شين. مزاع؟ تعال يا مزاع المخالي. ادي اللي نبني وادي اللي جرالي. ايه مالك يا مزاع؟ انا يا مولاتي مع نفسي في نزاع. نزاع ايه؟ عشان التحكمات بتاعت جلالته. ماله جلالته؟ عاملني الركوبة بتاعته. الركوبة بتاعته؟ كل ما يشوفني يقول لي وطي، ويتشعلق عليا ويركبني، ويفضل ينخسني ويقول لي حا. هو فاهم ان حضرتك حمار؟ ويعملها قدام الكبار والصغار. ما هو فاهم انك حمار. يخلصك يا مولاتي، واحد وزير زي حالاتي. وزير زي حالاتك؟ هو عشان ما عملتك وزير فاهم انك بقيت كبير؟ انا انت صنعة ايدينا، احنا نكبرك ما تكبرش علينا. انا بقول لك اللي بيجرالي. الله يرحم المخالي، نسيت الايام والليالي يا مزاع المخالي؟ بس يعني ضروري يركبني. وايه يعني لما جلالته يركبك شوية هتنهد الدنيا؟ لا بس يعني مش عاجبك؟ ازاي مش عاجبني؟ انا بس بحكي لك. تحكي لي ولا بتشكي لي؟ اشكي لك من ايه؟
انا في ديك الساعة لما جلالته يركب على ظهري والف بيه البستان وافضل اجري وهو بالصوت يضربني ويقول لي حا يا حمار. انا فهمت انك متضايق من جلالته. حد يتضايق من جلالته؟ نهايته قولي ايه اللي عملته؟ الملك ضلال محبوس في المورستان، والحرس وابو حنيك والاعوان. وقابلت ابن جربون؟ ايوه، وبيقول لك انه ممنون وعاوز يقابل الملك حسين. طيب سيب دي بعدين. ها وفي ايه كمان؟ في مسألة كنت عاوز اقول لك عليها من زمان. مسألة ايه؟ احنا ما بنعملش عملية الختان للملك ليه؟ مش عارفة اعمل ايه. ختنيه. انا عارفة ليه ما عملتهاش وهو صغير، مش عارفة ايه اللي خلانا سيبناه لما يكبر. ولما نستنى اكتر هيكبر اكتر. انا عمالة افكر احنا نعمل له العملية دلوقت بعد ما بقى زي الشحط. على كل حال من مصلحته ان احنا نختن جلالته. احنا لو سكتنا اكتر من كده هتبقى الحكاية معقدة وتبقى مش لطيفة بالمرة. اهي دي حكاية رخرة. اعمليها له النهاردة قبل بكرة عشان نبقى مسيرة والناس يعملوها مسخرة. ولا من شاف ولا من درى. احنا نجيبه دلوقت ونعملها عالسكت. انت شايف كده؟ مفيش غير كده. طيب قوم اعمل الترتيب. انا عامل الترتيب وجايب معايا الطبيب. طيب انا هعملها، انا هتخلص منها. خلي الطبيب يدخل وخليهم يندهوا لجلالته. طيب عن اذن جلالتك. يا معذور، معذور. مولاي الوزير. الطبيب يدخل وخلي جلالة الملك يكلم مولاتي. بس مش عاوزين جلالته يعرف احسن يهرب. انا عامل لكل حاجة حساب. جايب 5 حجاب وموقفهم على الباب، وساعة الطهارة نديلهم الإشارة يروحوا هاجمين عليه وماسكين إيديه ورجليه وتخلص الحكاية في السر. الطبيب يا مولاتي. مولاتي ملك الشين، السلام والتحية يا ذات الطلعة البهية. انت عارف مهمتك ايه؟ أيوة واخد بالي، الوزير مزاع المخالي حكالي. ما تخافيش يا مولاتي، الحكاية بسيطة والموضوع. مولانا الملك نحسين. طب بس احسن جاي. الله، انت هنا يا مزاع المخالي؟ تعالى يا نحسين. لا، قولوا لي اول عاوزين ايه والراجل الطبيب ده هنا ليه؟ اسمع بس تعالى. ما تخافش يا صاحب الجلالة. انا عارف انت ليه عايزني. مزاع جايبك عشان تختني، لكن يا مزاع مش هتخلص مني. طب بس تعالى. اوعوا سيبونا. امسكوه يا حجاب يا اللي على الباب، امسكوا مولانا. سيبونا. امسكوا جلالته. يا شيخ مأمون، مأمون يا مأمون. الله، ايه في ايه؟ الحقني يا مأمون. مالك يا رسلان؟ الثورة قامت في الجنوب. ايه؟ بقول لك الثورة قامت في الجنوب. الثورة قامت في الجنوب؟ النصر دايما للشعوب. امتى الكلام ده؟ النهاردة. والملك ساروق؟ الملك ساروق نزلوه من فوق وجم العساكر وخدوه وعلى البحر وحدفوه. والملك دينار عمل ايه؟ اهم بيكلموه، اللي ما كانش هيخرج من بلدهم هيحاربوه. رسلان، شايف يا مأمون؟ انت قلت لي ايه دلوقتي؟ انت الله، انت بتبكي؟ احكي لي كمان، احكي. انا مش مصدق نفسي. الله، مأمون احنا كنا فين واليوم ده فين؟ انا بفتكر الشهداء، بفتكر الدماء، بفتكر نعمال واللي جرى واللي كان. احنا قربنا، دي خطوة كبيرة في طريقنا. فين اخواننا اللاجئين المشردين؟ انت رايح فين؟ احنا هنرجع بلادنا، هترجع لنا بيوتنا واموالنا. يا اهل فلسطين، يا اهل فلسطين، يا اهل فلسطين. ادي النار وادي البخور وادي الجنيه المسحور. دينار 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 يا جبار، توطي ناس وتعلي ناس وتخلي الراس تنداس. يا خناس يا وسواس. دينار تن تن تك توج، بحق النار وسر النار يحضر الملك دينار في الحال، في الحال. دينار دينار.
شين يم الشين. دينار يا جبار، لك السمع والطاعة كل وقت وكل ساعة. ايه اللي خلاك تحضريني يم الدهى؟ الأخبار اللي سمعتها. أخبار؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل وصل. ايه الكلام ده اللي بيقولوه بره؟ الجنوب قام بثورة، والملك ساروق. الملك ساروق طردوه بره. وانت ازاي تسكت لهم على الحاجات دي؟ انا ما عادليش عيش في البلد دي. طردوا الملك بتاعي وقبضوا على رجالتي. وايه اللي هتعمله دلوقتي؟ انا مضطر اوطي واسيب الحكايه تعدي. يا دي النصيبه اللي جاتني. ما كانش ظني. وهتخرج من بلادهم؟ هسيبها لهم، لكن هي هلهم. يخرجوني النهارده ارجع لهم بكره، وان شاء الله تبقى نار حمراء. خايفه يا دينار. جمدي قلبك مدام انا واقف جنبك. امال ليه ما حمتش الملك ساروق منهم؟ غلطتي ان الجيش بتاعهم كان في ايدهم، لكن انتي الجيش بتاعك في يدي. انت بتطمني. بس خدي بالك من اللاجئين اللي في غرب النهر قاعدين. انا محرصه عليهم مزاح. هم دول اللي يسببوا لنا الصداع. امرك مطاع. اتفضلي، ادي مرتب سنه لقدام. يا سلام، قبل ما يمر العام. دول 10 اكياس ذهب. ذهب ايوه اضحكي كده، ما تشمتيش فينا العدا. ها قولي لي يوم يا معلوم. حسين، الحقيني يابا الحقيني. مالك يا حبيبي؟ اسنديني. مالك يا حسين؟ قعديني. اقعد. وقفيني. انت جرالك ايه؟ لقيته يابا لقيته. اللي هو ايه؟ اللي جننتي ابويا عليه. الدينار المسحور اللي عليه الدنيا بتدور. ولقيته فين؟ ابويا كان مخبيه، ولقيت القسم والعزيمه معاه. ياه، ده احنا نبقى جمعنا القوتين، دينار ودونار. هات هات. اجيب ايه؟ هات الدونار. دولار مين؟ طب بس استنى يا نحسين. حصلني كسرني. نحسين نحسين نحسين. وانطلقت الملكة شين وراء الملك نحسين، فأخذت منه الدونار ووضعته إلى جانب الدينار، إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 37 بعد 100 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا، ويخرجها محمد محمود شعبان.